اغتيال الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني المعارض. الاغتيال تم خلال لقاء للمعارضة برعاية حزب التجمع اليمني للإصلاح. أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية اليمنية أن النيابة العامة بدأت التحقيق مع علي أحمد جارلة المتهم باغتيال الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي جارلة عمر، وذلك تمهيدا لتقديمه إلى المحاكمة في أقرب وقت ممكن. في غضون ذلك أعلن تكتل اللقاء المشترك الذي يضم حزبي التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني وأحزاب معارضة يسارية وإسلامية أخرى، أعلن إدانته لجريمة الاغتيال، ودعا في بيان له إلى التحقيق بالشفافية مع المتهم، كما دعا اليمنيين إلى تجنب أي ردود أفعال من شأنها المساس بالوحدة الوطنية للبلاد. بما في ذلك التصدي لثقافة العنف ومنع الثارات والإسراع في إصدار قانون ينظم حيازة وحمل السلاح ومنع المتاجرة به. حادثة اغتيال الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني جارلة عمر التي وقعت أثناء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام الثالث للتجمع الإصلاح الإسلامي وفي حضور معظم قيادات الأحزاب اليمنية من شأنها أن تلقي بظلال قاتمة على الحياة السياسية اليمنية في المرحلة المقبلة. الحادثة وقعت في وقت كان يسعى فيه تجمع الإصلاح إلى تعزيز علاقاته بالحزب الاشتراكي اليمني وببقية أحزاب المعارضة الإسلامية واليسارية المنضوية في إطار تكتل اللقاء المشترك، وذلك لدخول الانتخابات النيابية المقبلة بشكل تحالفي. تجمع الإصلاح وفي أول رد فعل له استنكر ما وصفه بالاعتداء الإجرامي، ووصف جارلة عمر بشهيد اليمن والديمقراطية واللقاء المشترك، ودعا اليمنيين جميعا إلى تفويت الفرصة على من أرادوا تغييب جارلة وما يمثله من قيم الحرية والعدالة. لا أظن الموضوع أن الحادثة الاعتداء والقتل أن لا طابع شخصي أو أنه علاقات أساس المشاكل السابقة. حتى أنه اختيار المكان لتنفيذ عملية القتل أيضا له دافع سياسي ربما آخر مع الإصلاح والحزب الاشتراكي خارج عن المسألة هذه. المعلومات الأولية تشير إلى أن المتهم بحادثة الاغتيال ينتمي إلى التيار السلفي وله مواقف متشددة إزاء كل من حزبي الإصلاح والاشتراكي، وسبق وأن تم اعتقاله لعدة أشهر بعد خطبة ألقاها في أحد المساجد هاجم فيها الحكومة اليمنية. ولا يعرف بعد ما إذا كان هذا الحادث سيؤثر على علاقات تجمع الإصلاح الإسلامي بالحزب الاشتراكي اليمني والتي تعززت أخيرا. مراد هاشم، الجزيرة.